السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. كما راكم تشوفوا اليوم راح نخدموا مع بعض هاد تحليه هايله بزاف لافراحكم لمناسباتكم. ان شاء الله يا ربي تجربوها وان شاء الله تعجبكم هاد التحليه. خليكم مع هاد الصور ومن بعد نفوتوا مباشره لطريقه التحضير. كأول مرحلة هنايا أنا جبت معايا ليفيرين، مش حنذكر لكم المقادير خاطرش نذكرها من بعد في حالة التقديم. دونك أنا جبت ليفيرين، رحيت بسكويت ماكسون، جبت هذا بسكويت ماكسون. نتوما إذا عندكم أي بسكويت يعني لكم الاختيار، أنا المهم استعملت اليوم ماكسون باش يجيني جوست مع الشوكولا. المهم جيبوا ماكسون رحيوه، ما تحطوا حتى اضافه، انا ما درتلو لا زبده لا اي حاجه، حطيته فقط هكاك ومن بعد طبيتو ولا ضميتو باي حاجه تكون عندكم. بالنسبه فيغين استعملوا اي يعني كؤوس عندكم متوفره. نحاول كيفاش نطبيه. هذه المرحله الاولى، نخلو ليفيرين تاعنا بجنب ومن بعد نجيو المرحله المواليه. شوفوا هنا السمك، ديروا شويه عالي، مديروش لتحت خلاص باش من بعد يبان لكم على كريم. استعملت هذا ماكسو، المهم نرحيوه به بلا كريم تاعو. درك المرحله الثانيه اش جبت انا هنايا، راح نجيو لا كريم تاعنا واش فيها. انا هنايا راح ندوز لكم 125 غرام من المسكربون. انا هنا جاتني كي وزنت جاتني 126، المهم ما كانش فرق يعني كبير. المهم 125 غرام من المسكربون. حاولوا هاك باش توزنوا. نزيدوا لها 90 غرام من الفرماج. واذا ما عندكمش فرماج يعني متوفر ديروا بتي سويس، راهو نفس يعني القوام تاعو نفس الذوق تاعنا. استعملوا هذا من بعد. اذا ما كانش كاين فرماج يعني تاع الامير بنين بزاف. المهم استعملوا الماسكربون مع الفرماج عادي ومن بعد نضربوهم مع بعضهم. حاولوا هاكش نضربوهم مع بعضهم حتى يندمجوا في زوج مع بعضهم، يعني يكون عندهم قوام واحد. هذا هو القوام. شوفوا هناك ولا خفيف خلاص، هكا كي تشوفوه راهو خفيف كامل. درك حنايا نخليو هذاك ريسيبيو تاعنا بجنب، نزيدو نجيبو ريسيبيو الثانيه. واش حنضيفو لها؟ نضيفو هنايا عندنا 2 صفار من البيض، وعندنا بالنسبه للسكر ثاني نزيدو نضيفو السكر. ديرو هنايا 15 غرام من السكر وضيفوا ملعقه من الفاني، عفوا سكر 25 غرام من السكر ونزيدو ملعقه صغيره من لافاني. 2 صفار بيض، 25 غرام من السكر وملعقه صغيره من الفانيلا. نضربوهم مليح. شوفوا هنا كيفاش تغير اللون حتى يولي هذاك الصفار يميل للبياض، يعني نضربوهم مليح. انا هنايا كي ضربتهم حطيتهم صراحه في الثلاجه لحال جاني مادام دركا الجو شويه هو بارد، لكن حطيتهم في الثلاجه باش يحكموا لي رواحهم. ومن بعد خرجتهم وحطيت هذاك الصفار على البياض ومن بعد نزيد نعاود نخلطهم مع بعضهم حتى يندمجوا، حتى يعني تحصلوا على كريمه واحده. نحاول باش نخلطهم بالباتور حتى تحصلوا على قوام متجانس. نخليو الريسيبيون تاعنا مع بعض. خلطنا الخليط الاول مع الخليط الثاني. درك واش حنزيدو نخدمو. هنا جبنا كريمه طازجه اللي هي 90 غرام، ودرنا 50 غرام من حليب بارد، وعندنا 100 غرام من كريمه الشانتي. نتوما اذا جاتكم هذه الكميه كبيره ولا صغيره، المهم ضاعفوا العدد. اذا جاتكم كبيره نقصوا. هذه هي الى اللي انا استعملت. هذه صراحه بنينه يعني مليح. هذه لاكريم شان عفوا لاكريم ليكيد. درك نطلع كامل انايا القوام مع بعضها.
طلعهم هذيك شونتي مع لا كريم فريش مع 50 غرام من الحليب حتى تحصلوا على قوام متماسك. درك انا شحال ندير، راح نهز هذاك الخليط الاول تاع البيض ونحطو تدريجيا على الخليط الثاني حتى نتحصلوا على كريمه. صراحه هذه الكريمه بنينه بنينه قد ما نقول لكم ما تتصوروش. دونك حاولوا كش تخلطوا نخلطوا برك هكا كيما هي، خاطرش من بعد راح نحطوها في الثلاجه وراح تحكم روحها. هي اصلا هكا صراحه راهي حاكمه روحها مش طالقه روحها بزاف. شوفوا انا كش تحصلت عليها. نحاول نكمل كامل الكريمه ونخلوها في الثلاجه. دونك جينا المرحله الاخيره، المرحله هذه تاع كريمه الفيرو. هي واش فيها؟ انا درت هنا 150 غرام من الحليب ودرت 13 ولا غرام من النشا، ودرنا 17 غرام من السكر. انا درت 15 غرام من السكر فقط خاطرش راح نحطو لها شوكولا. برك خلطت انا بارد في بارد ومن بعد مباشره على نار هادئه خلطو كيما انا هكا الساع بارد في بارد حتى ديك الحبيبات كامل تذوب ومن بعد نحطوها على النار. انا بعد ما حطيناها على النار النار تكون هادئه نقعدو نخلطو كيما انا هكا خلطو غير بشويه حتى تحسو بيها بدات تعقد. اوكي حتى تحسو بيها بدات تعقد يعني هي يتمتم تزرب تحكم روحها. شوف انايا بدات تعقد لي. الوقت هذاك نتوما اللي تعقد تكونوا وجدتوا شوكولا، ديروا 50 غرام من الشوكولا ولا 65 غرام من الشوكولا، يعني قد ما تحطوا شوكولا قد ما تجيكم بنينه. انا هنا استعملت شوكولا مونا. حاول باش ندمجها كامل مع بعضها. في المرحله هذه جبنا لي فيغين تاعنا، غنبداو نحطو الساع لا كريم، نحطو لا كريم تاع الماسكربون هي الاولى، نبدا نساع نوجد لي فيغين ومن بعد نحط لا كريم في البوش ومن بعد نحاول باش نحطها تكون كامل على مستوى واحد. سورتو الحواف، ركزوا لنا على الحواف. انا هذه الكميه خرجت لي يعني 3 كؤوس وقعدت لي وفضلت يعني ما حبيتش نكملهم، خدمت غير معكم هادو 3 خاطرش راني خدمتهم من قبل في الحفله. هذا هو القوام اللي غنتحصل عليه. درك انا حنحط شويه تاع الفير عفوا تاع بسكويت ماكسون، نحاول نحط سورتو على الحواف باش من بعد كي نحط كريمه الفيرو يبان لي فيغين. درك هنا هادي لا كريم تاعنا يبردت، دوك ديجا يبردت شحال نحط لها؟ نحط لها يا ربي قيمه ملعقه ولا ملعقتين تاع كريمه طازجه ولا كريم فريش. نحاول كنحط مكتروش بزاف خاطرش لا كريم راهي قليل ماشي يعني بزاف، خدمت انا بنصف الكميه فقط. هنا كل ما نزيدو لا كريم راح تلقى روحها. انا هنايا راني حطيت شويه برك باش ما حبيتهاش انا تطلق لي روحها خلاص نحوس عليها سائله. علاش هادي لا كريم خاطرش زيد تحط لها ديك البنه وزيد تطلق لها تطلق روحها شويه. درك انا زدت حطيتها في بوش ومن بعد راح نحطو هكا في لي فيغين تاعنا، نحطو هكا مستوى واحد باش كيجيوكم لي فيغين كيما نقولوا حنا خدمه تكون نظيفه ومتحوفه. نكملوا لي فيغين تاعنا كامل. درك انا راني كملتهم حطيت. درك جيت لمرحله التزيين نديرو حبه تاع شوكولا، زيدو حطو حب شويه بسكويت مرحي وديروا حبه تاع الفيرو. هذا مكان التزيين ديما نقول لكم تزيين اختياري، المهم انا نمد لكم الوصفه والتزيين عليكم. هادو هما الفيغين تاعنا، شوفوا هنا كيش خرجوا روعه. شوفوا هنايا يعني خرجت
الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، روعة روعة. صراحةً هاد الوصفة تصلح لكم كيما قلت لكم مناسبات خطوبة، ختان، سورتو درك في الصيف، يعني تصلح لكم بزاف. وصفات رائعة، إن شاء الله يا ربي تتبعوها، وإن شاء الله جامل الفيديو. في الأخير اش غنقول لكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد من حلوياتي ومن فيديوهاتي. سلام، تحياتي للجميع، خليكم مع هاد الصور.